اختفت تماما. شاومي رجعت عشان تعمل تكسير عظام في السوق المصري وتحقق لنا المعادلة دي مع الشاومي نوت 4. يلا بينا نتعرف على التليفون ومميزاته الجديدة ونشوف هل يستاهل فعلا ان هو ياخد لقب الميد رينج كيلر ولا لا. محمد طايل، ريفيو ستور. دلوقتي معادنا مع التصميم. شاومي النوت 4 جه من الامام بتصميم جذاب جدا وتصميم جميل قوي. هتلاقي عندنا من الاسفل زراير الهوم والباك والمالتاسك ودي زراير مضيئة. اما عندنا من المنتصف فهنلاقي شاشة بحجم 5.5 انش فول اتش دي محمية بكورنينج جوريلا جلاس 3. اما من الاعلى هنلاقي عندنا كاميرا امامية بدقة 5 ميجا بكسل وسماعة مكالمات وحساس الاضاءة، وهتلاقي عندنا كمان لمبة اشعارات من 7 الوان. الشاشة مميزة جدا ومحمية ب 2.5 دي وده بيديها شكل جمالي اكتر واريحية اكتر في التعامل واللمس مع الشاشة. اما لو جينا بقى طبعا نبص على الخلف فهنلاقي عندنا كاميرا بدقة 13 ميجا بكسل وفلاش حار وبارد ومعانا فينجر برينت سنسور من الخلف. اما في الاسفل شعار ميو. وبصراحة شاومي ما كدبتش خبر وعملت لنا تليفون فعلا بجد ممتاز وفي تحسينات كتيرة عن النوت 3. انا رأيي في التصميم ادي 9.5 من 10، والسبب هنا ان مع اللون الاسود هتلاحظ ان البصمات بس بتظهر بشكل واضح. اما بالنسبة لمسكة الجهاز مش هتحس بيه خالص خالص خالص، لان الجهاز معمول فيه كيرفات من خلف بتسهلك حملة الايد. بس بالتصميم لا، قالت لنا ده انا هبهركم بشاشه في فئات سعر اعلى من كده، بس هقدمها لكم في فئه سعر 3000 جنيه. قدمت لنا شاشه 5.5 انش فول اتش دي محميه بكورنينج جوريلا جلاس 3 مع 2.5 دي وبتديني سطوع الوان ممتاز جدا سواء في الاضاءه الداخليه او سواء تحت اشعه الشمس، مش هتعاني منها في اي مشكله. انا بصراحه جربت الشاشه وتجربتي معاها كانت جيده جدا وفعلا عجبتني، لان نفس الشاشه محطوطه في فئات سعريه معديه 6000 جنيه. لما تكون موجوده عندي في فئه سعر 3100 جنيه لا يستاهل ان انا اشتري الجهاز علشان بس الشاشه. بس في نقطه مش يعني بسيطه جدا لاحظتها في الشاشه، ان بتاخد وليكن مثلا حوالي ثانيه كده او ثانيتين تحت اشعه الشمس عقبال ما بتبدا تظبط الاضاءه بتاعتها لو انت جايب الاضاءه على الاوتو، لكن بعد كده ما بتحسش معاها باي معاناه تماما. بصراحه شاشه ممتازه جدا وشابوه لشاومي على شاشه النوت 4، وهي بصراحه افضل من شاشه النوت 3 وخاصه في عمق اللون الاسود. في كل تليفوناتها بتستخدم كاميرا تعتبر متوسطه للميد رينج كيلر. اما بالنسبه للنوت 4 شاومي بصراحه استخدمت لنا كاميرا 13 ميجا بكسل، على الرغم من ان الكاميرا دي بتكون اقل في الميجا بكسل من شاومي النوت 3، لكن ان هي ادتنا اداء ممتاز جدا عن النوت 3. بدأ نسبة التشويش فيها تقل وده بسبب فضل فتحة العدسة ال 2.0 اللي كانت في النوت 3 2.2. اما هنا طبعا الكاميرا ممتازة، وانا هسيب لكم عينات من الكاميرا الخلفية او الامامية تحت في الديسكريبشن. دي عينات صور اتصورت في ظروف الاضاءه المختلفه، سواء اضاءه داخليه او اضاءه خارجيه او حتى اضاءه تحت اشعه الشمس او اضاءه بالليل. نسبه التشويش في الكاميرا الخلفيه بدات تقل عن النوت 3، الكاميرا بقت نتائجها افضل. اما الكاميرا الاماميه ال5 ميجا بكسل انا ما حسيتش معاها يعتبر باي تطور عن النوت 3، الا فرق يعني ملحوظ بسيط جدا جدا جدا، ان بقت إضاءة الصورة اللي بتطلع من الكاميرا الأمامية بقت أعلى وليكن بنسبة بسيطة عن الشاومي النوت 3. غير كده أنا ما حسيتش باختلاف في الكاميرا الأمامية. أما الكاميرا الخلفية حسيت بيها باختلاف تماما عن الشاومي النوت 3. لو عايز تشوف عينات التصوير روح للديسكريبشن هتلاقي عينات تصوير في مختلف الأوضاع. اللي أنا زعلان عنها من شاومي في خصوص الكاميرا ان هي دلوقتي عندنا مثلا وليكن في المودز ما عندناش الا البانوراما والتايم لابس والاوتو والمانيوال. فلما اجي ادخل النهارده كده على المانيوال هلاقي ان انا بتحكم بس في الوايت بالانس وفي الايزو. طب ليه يا شاومي مثلا ما تكتريش من اوضاع الاحترافيه خصوصا في جهاز زي ده، وان المعالج يدعم ان انت تقدري تحطي اوضاع الكاميرا البروفيشنال؟ اتمنى من شاومي ان هي تبدا تهتم شويه بالسوفت وير الخاص بالكاميرات وتبدا تحط لنا الاوضاع المناسبه. اما لو جينا كده على الشمال فهنلاقي عندنا مجموعه من الفلاتر اللي تقدر تضيفها اثناء التصوير. وطبعا الاب بتاع الكاميرا مش محتاجين نقول ان احنا قلنا والمراجعات كتير قوي قالت ان هو يعتبر
الشكل بتاعه منسوخ من الاي او اس الخاص بايفون. محتاجين مودز اكتر، محتاجين وضع المانوال يبقى فيه اعدادات اكتر وتحكم اكتر في الكاميرات الاحترافية، واللي مش عارف ازاي يقدر يعملها من غير تطبيق شاومي للكاميرا يتابعنا الفترة اللي جاية. هننزل تطبيقات تقدر تعمل من خلالها تحكم في الكاميرا بتاعتك وتقدر توصلها لكاميرات DSLR. بقى لأداء الشاومي النوت 4. بصراحة أداء الشاومي النوت 4 كان أداء مميز جدا، سواء أثناء الألعاب التقيلة أو سواء تصفح المهام اليومية. ما حسيتش معاه في أي فريم سكيب ولا أي تقطيع ولا أي لاج تماما، وده بسبب فضل المعالج 625 من سناب دراجون مع 3 جيجا رام و32 جيجا ذاكرة اللي تقدر تحمل عليها كل اللي انت محتاجه. بصراحة الأداء كان مميز جدا، وشابوه لشاومي على الأداء ده في السعر ده. في أجهزة أعلى منه ورغم كده ما عندهاش نفس أداء الشاومي النوت 4. بصراحة جهاز محترم جدا من ناحية الأداء، ولو انت عايزه عشان الأداء بتاعه يبقى الجهاز محترم وهيناسبك جدا جدا جدا. البطارية والفينجر برينت سنسور. البطارية محدش طبعا هيصدق ان الرقم اللي موجود دلوقتي قدامكم على الشاشة هو رقم حقيقي لأداء الشاومي النوت 4. لا هعمل زوم وما تتفاجئش ولا بنطبل خالص، ولكن دي حقيقة. 10 ساعات وربع، وكمان لسه باقي في الجهاز حوالي 43%. ده كان أداء الشاومي النوت 4 على مدار يوم كامل، بس الاستخدام بتاعه كان استخدام يعتبر متوسط مش استخدام تقيل. اما بالنسبه للاستخدام التقيل في الشاومي النوت 4 الجهاز بيقعد معاه سكرين اون حوالي 6 ساعات ل7 ساعات، وده كله بفضل البطاريه ال 4100 ملي امبير. بصراحه بطاريه ممتازه جدا وما تقلقش منها من ناحيه سواء ان انت هتخرج شايل هم الباور بانك، لا مفيش الكلام ده خالص مع شاومي. قالت لك هتقدم لك خلطه مظبوطه جدا بس ما مشيتش البطاريه تماما. بقى الاداء البصمه بتاعه الشاومي النوت 4، اول ما بحط ايدي على المستشعر الفينجر برينت البصمه بتفتح على طول، ما بتاخدش حتى ثواني في الفتح بتاعها اثناء فتح وقفل التليفون. بصراحه البصمه في الشاومي النوت 4 كانت بصمه متميزه جدا. لا ده كمان البصمه عملت لي بعض المشاكل في شاومي النوت 4. مسافه ما كنت مثلا اجي اطلع التليفون من جيبي والمس بس مستشعر البصمه كان بيفتح. مستشعر البصمه سريع جدا، وشابوه لشاومي على التحسن الرهيب اللي بيحصل سواء في اعتاد الجهاز او في البصمه بتاعه الجهاز، ودي اللي عجباني جدا جدا جدا. بقى الاداء البصمه بتاعه الشاومي النوت 4، اول ما بحط ايدي على المستشعر الفينجر برينت البصمه بتفتح على طول، ما بتاخدش حتى ثواني في الفتح بتاعها اثناء فتح وقفل التليفون. بصراحة البصمة في الشاومي النوت 4 كانت بصمة متميزة جدا. لا ده كمان البصمة عملت لي بعض المشاكل في شاومي النوت 4. مسافة ما كنت مثلا اجي اطلع التليفون من جيبي والمس بس مستشعر البصمة كان بيفتح. مستشعر البصمة سريع جدا، وشابوه لشاومي على التحسن الرهيب اللي بيحصل سواء في اعتاد الجهاز او في البصمة بتاعة الجهاز، ودي اللي عجباني جدا جدا جدا. الكلام بقى عن الشاومي النوت 4 والتطبيل اللي انت عمال تطبله لنا من الصبح للجهاز وفي الاخر مش هنشتري الجهاز. لا يا عم ما بنطبلش، استنى واصبر عليا. الجهاز طبعا اكيد فيه عيوب زي ما اكيد فيه مميزات. بالنسبة لعيوب الشاومي النوت 4، اول حاجة مفيش دعم للشاحن السريع. ثانيا ان التليفون بشكل عام بيطبع كتير جدا في اللون الاسود. الكاميرات فيه تعتبر كاميرات متوسطة، مش كاميرات يعني في اجهزة تانية في فئات تانية تعتبر افضل منه من ناحية الكاميرا. دول الثلاث عيوب اللي انا شفتهم في الجهاز. اما المميزات بتاعته هتاخد معالج 625 موجود في فئات سعر اعلى منه بكتير، هتاخد 3 جيجا رام 32 جيجا ذاكرة، اكتيف نويز كانسليشن لعزل الضوضاء في اي مكالمة. بالنسبة لحتة المكالمة دي علشان حصل عليها جدال، تم تجربة الصوت سواء الصوت اللي خارج من التليفون او الصوت اللي بيستقبله الطرف الثاني، والمكالمات ما فيهاش اي مشاكل خالص، والجهاز بيشتغل 4G LTE عادي جدا ما فيهاش اي مشاكل في مصر. علشان طلع حوالين اشاعات حوالين الشاومي النوت 4 والنوت 4 اكس، لا الفرق ما بينهم في حاجات بسيطه جدا، واحنا وضحنا المقال ده على الفيس. هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن لو عايز تروح تشوفه.
الجهاز محترم. طيب هل يستحق فعلا ان هو يكون الميد رينج كيلر؟ فعلا يكون الميد رينج كيلر، وبسعر 3100 جنيه الجهاز ممتاز جدا. ولو حبيت تشتري الجهاز هتلاقيه متوفر في متاجر المصري موبايل، هسيب لكم اللينك بتاعه اسفل الفيديو ده في الديسكريبشن. وان شاء الله اشوفكم في مراجعة تانية. انا عارف ان الفيديو طبعا كان فيه بعض الاخطاء الفنيه، ولكن دي كبدايه تصوير، وان شاء الله يكون في تطورات جديده في القناه. ما تنسوناش من الدعم واللايك والشير والكومنت، طبعا دي مهمه جدا عشان دي حاجه بتشجعني ان انا اكمل. وقولوا لي ايه الحاجات اللي محتاجين نظبطها ان شاء الله الفتره اللي جايه في التصوير، وعايز اسمع رايكم في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله على خير. دمتم في رعايه الله. محمد طاير، ريفيو ستور.